فعلا المغرب يستحق كل التقدير والإعجاب، لا غبار على ذلك، رغم خسارة آخر مباراتين، رغم أنه الصورة عاد بوهلال الصورة نتاع البوديوم الأخيرة أكيد بحضور جاني انفانتينو موتسيبي رئيس الكاف رئيس الاتحاد الأوروبي كالصورة التشريفية. كان يستحقها المغرب باش يكون في البوديوم، كان يستحق هذه المرتبة الثالثة. بالنهايه ثالث المونديال مش كيما رابع المونديال، لكن هذه تفاصيل لخصها وليد الركراكي المدرب المواطن عندما قال أن الماكينه جريبي ماكينه وحلت، الآلة تعطلت بدنيا. نحكيو على 7 مباريات في 25 يوم منذ الأولى يوم 23 نوفمبر. دونك الماكينه تعطلت شويه في آخر مباراتين، مفهوم لأن الناس قدمت كل شيء، وفما في الكرة يعرفوا ليزيكسبير ما يسمى بال لوزور مونتال لوزور فيزيك، أنه الإجهاد قبل أن يكون بدني إجهاد ذهني بعد ما أعطاوا كل شيء ضد كرواتيا في الأولى لأنها مباراة معادة، أعطاوا كل شيء ضد بلجيكا في الجروب ستيج مع كندا اللي تلعب برشا كورة، وبعد في المباريات الإقصائية وقت اللي معناها أعطاوا أشياء خارقة للعادة ضد البرتغال إسبانيا. أنا في هذه الآونة في شكل حصاد سريع شنو نجم نقول أنه يكفي أنه ياسين بونو حديث أولد ترافورد في مانشستر بالنسبة لليونايتد اللي عندها مشكل حراسة مرمى، يكفي أنه مرابط حديث النو كامب، هناك أخبار متواترة ولاحقا قد نأتي إليها حتى مع ماجد في خصوص قرب يعني عقد سفيان مرابط اللي قد يغادر الدوري الإيطالي نحو البارسا. عز الدين أولاحي كيف هذه نقطة أولى كافية للحديث أن المغرب قاعد باش يصدر لاعبين في أعلى مستوى. النقطة الثانية المغرب وقت اللي طلع من الدار البيضاء والرباط وجاوا المحترفين من أوروبا في حقائبهم في الليفاليز ما كانوش يتصوروا عندهم سلاح، وسلاح ليس بالمادي، هو سلاح يعني أقوى حتى من يملك ملايين الدولارات ويعمل حملات دعاية وحملات لوبيينغ، بما أن السنوات الأخيرة في العالم هي سنوات لوبيينغ ودعاية. المغرب هز معاه في الفليجات قوة ناعمة عبر 11 لاعب كرة قدم 22، هز معاه سوفت باور ما يسمى بالقوة الناعمة عبر فريق كرة قدم. إنجازاته الفريق هذا ما بداتش في المباراة الأولى ضد كرواتيا، إنجازاته حكينا عليها عربيا كلما أتيحت الفرصة عبر التاسع سبور، هي إنجازات من اللوطة متاع التكوين القاعدي متاع الفرق اللي تخدم متاع الرجاء والوداد كي يلعبوا امام 50 و60 الف وكي يعملوا تيفو او دخله جماهيريه يعني تلفزيونيا تصبح محل اهتمام وحدث. المغرب ما مشاش ب 11 لاعب كرة قدم، مشى لأنه عنده أكاديميات تكوين. أكاديمية محمد السادس كانت موضوع تقارير معاكم في فريق العمل، الأكاديمية اللي قدمت آجر قدمت أناحي وكل 4 لاعبين لي فامو 4 جوار اللي لخصوا من خلالهم 4 لاعبين في المنتخب الأول، لخصوا مجهود الجامعة الملكية المغربية في حط الفلوس وفي فتح الأكاديميات وفي جلب مدربين فرنسيس جابوا من كام من ستراسبور وجابوا دي فورماتور معروفين برشا باش تحطت على ساقيها أكاديمية محمد السادس ذات يوم من 2009. الإنجاز جماعي لكل الأندية لكل الكرة المغربية. زميلي عادل يعطيك الصحة حسني.